طيب انت رحت قعدت مع حد انت مهتم بالمهنه دي والمهنه دي، مهتم بالهندسه ومهتم بالسياسه والاقتصاد، مهتم بالسياحه والفنادق، تمام. دورت على حد من قرايبك، دورتي على حد من صحباتك اللي اكبر منك، صحاب اختك، صحاب اخوكي، دورنا على حد جارنا قريبنا في المجال ده بقاله سنين. ايه الاسئله اللي هسالها لهم بقى لما نروح نقعد معاهم؟ هنسال ايه؟ بنبدا من الجامعه شكلها ايه؟ ايه المواد اللي بتدرسوها في الجامعه؟ انا ما يهمنيش هو راح انهي جامعه، لان هو راح انهي جامعه دي التجربه الاجتماعيه. اللي راح جامعه القاهره او جامعه عين شمس او الجامعه الامريكيه او الالمانيه او درس بره مصر، هم درسوا نفس المواد بس تجربتهم مختلفه عن بعض. فانا مش رايح اسال على التجربه، لان انا لسه ما اعرفش انا هدخل انهي جامعه، وهدخل انهي جامعه دي مش مهمه، لان الموضوع بتاع الجامعه ده 4-5 سنين، لكن انا هقضي بقيه عمري بعمل الشغلانه دي. فحتى لو الجامعه الفلانيه تجربتها الاجتماعيه مش انسب حاجه بالنسبه لي، دي حاجه شخصيه، انت حر. في ناس هتروح تتبسط في اي حته هتروحها، اي حته، اي معهد، اي اكاديميه، اي جامعه، والله لو رميته في الصحراء هو هيعرف يتبسط. وفي ناس بترميهم في احسن حتت في الدنيا وبيبقوا متضايقين وبيشتكوا وبيبقوا ضحايا وبيبقوا مظلومين ومش عارفين يستريحوا وهكذا. فانا مش رايح اسال على تجربه الجامعه، انا رايح اسال على الحاجات الخاصه بالتخصص اللي انا بسال عليه. فاول حاجه بقعد بتكلم فيها هي ايه المواد اللي بتدرس. من وجهه نظرك اصعب ماده كانت ايه وليه؟ كام في المية من الناس بتحتاج تاخد دروس؟ طب الدروس دي بتاخد وقت قد ايه؟ طيب ايه اسهل ماده؟ ايه المواد اللي استخدمتها لما اشتغلت، وايه المواد اللي ما كانش ليها لازمه، عشان تعرف انت هتحتاج تركز على ايه. لان لو انت المواد اللي انت هتدرسها في الجامعه في بعض التخصصات ملهاش اي علاقه باللي انت هتستخدمه في الشغلانه نفسها، يعني انت مش هتصدق قد ايه في جامعات ملهاش اي علاقه بالشغلانه اللي بتشتغلها بعد كده، او في تخصصات يعني ملهاش اي علاقه. فانت رايح تسال هي ايه المواد دي، ده نوع من الاسئله. وطبعا مش رايح تساله عن رايه هو، احنا رايحين نساله ونحاول اللي بنساله ده نقول له بشكل عام الناس كانت بتشوف انهي مواد صعبه، انهي مواد نص نص. اغلبيه الناس كانت بتاخد، انا مش مهتم بيه هو، انا عايز اعرف المعلومه بس. طيب لما بتيجي تشتغل مفيد انك تسال على الرواتب، الرينج بتاع الرواتب، يعني اول ما بتدخل بتقبض كام، ولما بتبقى مدير كبير بتقبض كام، والكلام ده في الحكومه شكله ايه، وفي النص نص شكله ايه، وفي المالتي ناشونال شكله ايه. بس زي ما اتفقنا الفلوس مش هي العامل اللي هيحركنا، لان انت لو بتعمل شيء بتحبه هيبقى سهل عليك، ولما يبقى سهل عليك هتنجح فيه فهتعمل فيه فلوس. فانت كده كده لو انت عرفت تختار التخصص الصح هتعمل فيه فلوس. ولكن بنسأل بشكل عام. تاني حاجة بنسأل اللايف ستايل، او تالت حاجة يعني لما تشتغل اللايف ستايل شكله ايه. انا بشتغل اندورز ولا اوتدورز؟ بشتغل جوه المدينه ولا بره المدينه؟ بشتغل على مكتب ولا ايدي شغاله في الشغل؟ بشتغل كام ساعه في اليوم؟ عندي مواعيد ثابته ولا بشتغل شيفتات؟ اجازاتي شكلها ايه؟ ايه فرصه ان انا اشتغل بره مصر؟ بره مصر بيبقى فين؟ وهكذا. يبقى انا سالت بدرس ايه في الجامعه، رينج الفلوس تقريبا، وما تقلقش من الفلوس، بس للمعلوميه لازم تعرف الحياه بعد كده بيبقى شكلها ايه. ايه احسن حاجه في الشغلانه دي من وجهه نظرك؟ تقول له طب لو سالت 10 من زمايلك هيقولوا ايه؟ ايه احسن حاجه؟ ايه اسوأ حاجه في الشغلانه دي؟ طيب بعد كده بسال هو ايه الطلب الحالي على الشغلانه دي؟ يعني هل تعلم مثلا ان في دوله زي مصر مفيش طلب على دكاتره الاسنان حاليا؟ من كتر دكاتره الاسنان النقابه طلعوا في كذا حوار تلفزيوني، انا بتكلم في 2026، يقولوا ان ارجوكوا بلاش تدخلوا الناس طب اسنان تاني. فانا برضو اللي انا بحبه ده هعرف اشتغله ولا لا؟ فدي نوعيه الاسئله اللي لما نقعد مع اهل التخصص نحاول نسالها.